يا صباح الخير. انا عارفه ان انتم محتارين في اختيار الروتين الانسب ليكم. اول حاجه انا كنت بعملها في روتيني في ثانويه عامه هي ان انا كنت بحاول اصحى بدري، وعلى طول الصراحه كنت بصحى الفجر، لان ده كان عادتي من وانا صغيره ان انا اصحى الفجر. بس كنت بصحى قبل الفجر بنص ساعه كده، اصلي قيام الليل واقعد ادعي ربنا بكل اللي انا عايزاه في حياتي، وانه يوفقني في ثانويه عامه وما بعد ثانويه عامه، وادعي للاحياء والاموات ولكل الناس ولحتى اصحابي الثانويه عامه، لان انت كل ما تدعي لغيرك ربنا هيرزقك اكتر واكتر. فده اللي انا كنت بعمله قبل الفجر. اقعد نص ساعه كده اصلي ركعتين قيام ليل، وبعد كده ركعه وتر، واقعد بقى بعدها ادعي كتير على قد ما اقدر، واقعد مع ربنا اقرا صفحه واحده من القران الكريم على قد ما تقدروا. طبعا عايزين تكتروا كتروا. بعد كده اقعد استغفر على قد ما اقدر. حرفيا يا جماعه الاستغفار طول يومك بقى. اولا الاستغفار هيشيل عنك الذنوب اللي مخلياك مش عارف تحفظ، زي ما قال الامام الشافعي: شكيت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. احنا كمان هنعمل تحديات استغفار وصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، والقران وكل الكلام ده هذكركم بيه على طول. فتنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وتابعوا المنتدى على طول، او قناه التليجرام اللي هحط لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو او التعليق على الفيديو، علشان نشجع بعض على طول. وانتوا كمان لما بتشجعوني وتعملوا لايك او تعليق او اي حاجه، دي حاجه اصلا بتشجعني ان انا ادعمكم اكتر واكتر. ما بعد ما صحيت وصليت قيام الليل وقعدت قرات القران واستغفرت شويه، بيجي بقى صلاه الفجر، اجيب البيض اللي انا سلقته واحطه في سندوتش مع اي جبنه او اي حاجه. وبجد يا جماعه البيض هو اكتر وجبه هتديك بروتين، والبروتين يعني طاقه في اول اليوم. فحاولوا انتوا تعتمدوا اكتر خلال يومكم اصلا وخلال ثانويه عامه الحاجات اللي فيها بروتين على قد ما تقدروا. كان حاولوا ان انتوا ما تعتمدوش ابدا ابدا على الكافيين كتير خلال يومكم، لان يعني على اخر السنه تلاقوا نفسكم مهما شربتوا كافيين مش بتصحوا، وفي نفس الوقت متوترين على طول. فلا، انا من اول السنه انا هشرب مثلا فنجان واحد قهوه في اليوم، او هشرب كوبايه نسكافيه وفنجان قهوه. كنت اجيب علبه نسكافيه واخليها عندي في الدرج، وكل يوم اعمل لي كوبايه الصبح كده. انا كنت بخلي القهوه بعد ما اجي من الدروس، وهقول لكم ازاي برضو كنت باخدها عشان دي مهمه جدا جدا. من بعد الفجر بيبقى فاضل مثلا 3 ساعات 4 ساعات بالكتير على اول درس عندي، خلي الدروس بتاعتي متوازنه بحيث ان انا اقدر بعد ما اجي اذاكر واحل واجبات الدروس اللي انا رحتها. يعني كنت بخلي درسين او 3 بالكتير قوي في اليوم، لان احنا كنا 7 مواد، يعني انتوا عندكم 5 مواد، احنا كنا 7 مواد. فانا كنت بالتالي بروح الدروس بتاعتي، حتى الدروس الاونلاين انا كنت عامله لها مواعيد صارمه، اللي هو حرفيا هو مستر احمد الجوري مثلا كان بينزل اثنين وخميس الساعه 9 بالليل، انا كنت مخلياها سبت وتلات الساعه 11 او 9 تقريبا الصبح. الاثنين انا باخدها التلات، وحصه الخميس انا باخدها السبت، بحيث ان انا اكون ضامنه الحصه نزلت ما اقعدش استنى لما تنزل. وبالتالي انا يعني حطيت الدرس الاونلاين بين الدرسين السنتر، فكنت بلتزم بيه جدا. كنت باجي اقعد افتح اللابتوب واقعد اسمع الحصه بتاعتي. ساعات الوقت ما كانش بيكفي ان انا اسمع الحصه كلها، فكنت عادي بقسمها نص قبل الدرس اللي انا رايحاه ونص بعد الدرس. حاجه مهمه جدا دي التودو ليست بتاعتي في بدايه ثانويه عامه. طبعا تودو ليست هي نوتة صغيرة مهمة جدا 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 علشان تكتب كل الحاجات اللي عندك. دي انا كنت باخدها معايا في كل الدروس، وبكتب اول باول المستر طالب مننا واجبات ايه علشان انا كنت بنسى. فكنت بكتب كل الواجبات اللي عندي، وبعد كده اجي اشطب عليها لما اخلص الواجبات عشان ما انساش اي حاجة، واكون منظمة من اول السنة. ودي كنت بكتب فيها الحاجات اللي انا المفروض اخلصها خلال اليوم، والدروس اللي انا هروحها، واذكار الصباح والمساء. لو عايزين حاجة برضو منظمة اكتر ومفصلة اكتر، دي ثانوية اصلا وما شاء الله كبيرة جدا هتقضيكم كل السنة. بيبقى فيها جزء للصلوات وجزء للاذكار وجزء المهام اللي عليك وجزء الذكرى اليوم. حلوه قوي لو حابين تشتروها، وميزتها ان الغلاف بتاعها قوي، فتقدروا ان انتوا توقفوها على المكتب بشكل كويس، او تستخدموا عادي اللي هي النوتات الصغيره دي. زي ما قلت لكم دي كنت باخدها معايا الدرس، ودي كنت بكتب فيها التودو ليست بتاعتي اليوميه. وكتيب الاذكار ده مهم جدا، يعني ده كنت بقرا فيه بس اذكار الصباح والمساء علشان على طول احرص عليهم. النوته بتاعه التبسيط دي اولها فيها اذكار الصباح والمساء، فدي برضو هتوفر عليكم مجهود ان انتوا تستخدموا ده، بس ايا كان اللي عندكم استخدموه. انا بقى بعد ما اجي من الدروس بقوم عامله القهوه واشرب القهوه. ليه بقى؟ يعني انا جايه من الدروس وببقى جايه حرفيا عايزه انام، انا صاحي من الفجر ومن قبل الفجر كمان وعايزه انام. اقوم شاربه القهوه واخد حاجه اسمها كوفي ناب، اللي هي قيلوله القهوه. 20 دقيقة بنامهم بعد ما اشرب القهوة، بقوم فايقة جدا جدا. ما بطولش بقى ساعتين و3 ساعات في اليوم في نص النهار، لان انا الشخصية دي الصراحة اللي هو بحب انام قوي. لو نمت خلاص بطول قوي. لما بشرب القهوة انا بجبر نفسي اصلا خلاص بعد مثلا ربع ساعة تلت ساعة بلاقي نفسي قايمة لوحدي، ولكن برضو بعمل منبه عشان التزم. بلاقي نفسي قايمة فايقة جدا. اقوم بقى ايه؟ مذاكرة المواد اللي انا خدتها. انا كنت بستعين بمصادر كتير على اليوتيوب. يعني انا كنت بروح مثلا في الفيزياء سنتر، بس كنت بستعين كتير باليوتيوب لان في مسائل كتير ما كنتش بفهم حلها من الاول. مش شرط ان انت بتروح ماده سنتر او حتى بتاخدها اونلاين منصه ان انت يعني تهمل اليوتيوب خالص، لان اليوتيوب حرفيا فيه مصادر حلوه جدا جدا للحل، انها تساعدك
انا ساعات ما كنتش بقتنع بوجهه نظر المستر بتاعي في الحل، في الفيزياء خصوصا لانها اكتر ماده تعبتني جدا خلال سنه، والحمد لله يا رب قفلتها. بالتالي انا كنت باجي احلهم مع قناه اليوتيوب. هقول لكم برده على قناه اليوتيوب، انا بنزلها لكم برده على المنتدى بتاعي على جروب التليجرام، زي قناه مستر احمد السجاعي بيحل كتاب الوافي ونيوتن، وقناه الفيزياء والحياه قناه الباشمهندس محمد وصفي اساسيه جدا معاكم، وقناه الشيخ جميل للفيزياء واللي ناس كتير شكرت فيها. بيقدموا عصير كتب في الفيزياء بحيث ان هم بيجيبوا لكم كل افكار الكتب الخارجيه لو انت مثلا شاري كتاب واحد وعايز ان انت تستزيد اكتر. كمان بيحلوا كتب على قناتهم زي كتاب الامتحان. انا كنت بشترك في قنوات المدرسين دي، مش شرط ان انا مثلا هشترك معاهم في كورس او كده، لا عادي، هم برضو كويسين جدا على فكره، بيقدموا كورسات حلوه. لكن الفكره بدات ان انا زي ما قلت لكم في حاجات كتير ما كنتش بقتنع فيها بحل المدرس بتاعي، فلما اشوف حل من مدرس تاني ساعات بيشرحها بطريقه تانية او بيذكر معلومه حتى زياده صغيره كده تعمق فهم المساله ديت في دماغي اكتر، فبجد هتستفادوا منها جدا وهتوفر عليكم وقت كبير ان انتوا تسالوا اسيستنت او غيره. سيبوا التليفون وركزوا معايا. بالنسبه لاستخدام التليفون، انا كنت اول ما بصحى من النوم في اول السنه صراحه كنت بستخدمه عادي، وكان عندي فيسبوك وعندي انستجرام وكل حاجه، بس بدات من شهر 10 11 كده مسحت كل حاجه، حتى الاكونت نفسه، يعني علشان انا اصلا كنت مسحت الاول التطبيق، بعد كده ايدي كانت بتاكلني وانزل التطبيق تاني واقعد بقى يعني اسكرول خالص لحد ما اضيع وقتي. فكان احسن حاجه ان انا مسحت اصلا الحساب بتاعي خالص، وقلت لنفسي باذن الله بعد ثالثه ثانوي حياه جديده بشخصيه جديده باكونتات جديده كمان. فانا مسحت الاكونتات بتاعتي. والفتره الاولى من ثانويه عامه انا ما كنتش بعرف اركز خالص بسبب ان انا كنت مدمنه التيك توك في الاجازه. فجيت في الفتره الاولى من ثانويه عامه بدات ان انا طبعا مسحت التيك توك زي ما قلت لكم. وقفت مع نفسي كده قلت هو الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها ديت ليها لازمه؟ يعني انا بتفرج مثلا على ستوري تايم، بتفرج على فيديوهات مشاهير، حاجات ملهاش لازمه، هم اصلا ما يعرفوش اسمي حرفيا، فانا مستفاد ايه لما اتفرج عليهم؟ انا ما استفدتش اي حاجه. لذلك انا كنت بتابع نصايح شخص او اتنين مش اكتر، مش هقعد اتابع كل اللي على اليوتيوب واضيع وقتي عليهم، لا هو بس شخص او اتنين. كنت بتابع دكتوره ساره كنت بحبها جدا، وكنت بستناهم، بحس ان هم دول اصدقائي الحقيقيين حرفيا. وبس انا فعلا حاسه ان الناس دول بيدوني نصايحهم، بيدوني الحاجات اللي هم استفادوا منها فعلا، فكانت فعلا الحاجات دي بتفرق معايا جدا. اجي مثلا على الساعه 7 بالليل انا كنت بحط التليفون في الدولاب تحت الركنه، اي حاجه في اي مكان حرفيا، لدرجه ان انا كنت بنسى انا حاطاه فين. واجي بالليل اقوم ماسكه التليفون بقى اسمع مثلا، اشوف هما منزلين فيديو ايه. والتليفون بالنسبه لي كان الحاجه الترفيهيه، لكن الحاجات التعليميه كلها كانت على اللابتوب او على التابلت بتاعي. التابلت الصراحه ما كنتش مهكراه، بس انا كان عندي لابتوب كده فكنت بسمع عليه المنصات، كنت بسمع عليه قنوات اليوتيوب، كل حاجه انا عايزاها كنت بسمعها خلال اليوم عادي جدا على اللابتوب. وبيبقى صعب جدا ان انا ادخل بقى على المنصات التانية او اضيع وقتي من خلال اللابتوب او على التابلت برضو، لان التابلت يعني هو احسن بديل دلوقتي للتليفون بالنسبه لكم ومش هيضيع وقتكم. طبعا مهم جدا ان انتوا تلتزموا بالصلوات والنوافل بتاعتها. حاولوا على قد ما تقدروا تيجوا من الدرس مهما كنتوا تعبانين تودوا بس وصلوا، والله العظيم هتلاقوا بركه رهيبه وراحه. يعني اعتبروا ان الصلاه دي هي الراحه بتاعتكم انتوا، يعني احكوا ربنا على اللي حصل فيكم. حسيتوا ان انتوا اتظلمتوا، حسيتوا ان انتوا حصل لكم اي حاجه، احكوا ربنا وهتلاقوا ان هو فعلا بيهون عليكم وبيسهل لكم طريقكم في كل حاجه انتوا بتعملوها في حياتكم. بعد كده بالليل انا بصلي العشاء وكنت جايبه ينسون اللي هو الباكيتات ديت، بقوم عامله لي كوبايه ينسون واشربها قبل النوم كده تهديني، اقرا صفحه من القران او حاطه التليفون على اي سوره قران على مشرب كوبايه الينسون بتاعي، اهدى خالص كده وانام بدري على قد ما علشان اصحى اليوم اللي بعده اعيد الروتين ده تاني. بس والله ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وفادكم. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس مع السلامه.